نريد حرية في عالم تقيده القيود، فهل سنظل ننتظر بلا أمل؟ تخيل يوم تصحى وتلاقي إن الإنترنت في مصر بقى غير محدود، لا حدود، لا قلق من استهلاك، وحرية كاملة. بس هنا السؤال اللي هيغير كل حاجة، هل ده ممكن يتحقق فعلا ولا مجرد حلم مش هنوصل له؟ اوعى تستعجل بالإجابة، لأن الحقيقة فيها مفاجآت وهتعرفها في آخر الفيديو. سؤال واحد قد يغير مصير ملايين، فهل نملك الإجابة؟ إنترنت غير محدود معناه حرية كاملة. طالب يذاكر من غير خوف من الباقة، مطور بيرفع الابليكيشن بتاعه في ثواني، صانع محتوى بيقدر يشتغل ويعمل بث ليل ونهار. كل حاجة تبان مثالية، لكن ورا الحلم ده في مشاكل ضخمة. كم يبدو الحلم قريبا، لكن المسافة بيننا وبينه أبعد مما نتصور. لو ملايين بيستخدموا الإنترنت في نفس اللحظة من غير قيود، الشبكة هتنهار، السرعة هتتبخر، والخدمة هتبقى أبطأ من دلوقتي. يعني بدل ما نعيش الحرية هنعيش الكابوس، شبكة تثقلها الأحمال كأنها قلب ينهار تحت وطأة الضغوط. عشان نحقق الإنترنت غير المحدود لازم بنية تحتية جديدة، ألياف ضوئية، أبراج، وكمان سيرفرات، وده معناه مليارات. السؤال بقى، مين هيدفع؟ الشركات ولا المستخدم؟ غالبا المستخدم هو اللي هيتحمل الفاتورة. نعم يا عزيزي، ثمن الحرية ليس رخيصا، فهل ندفعه برضا أم نجبر عليه؟ حتى لو لقيت إعلان باقة غير محدود، خد بالك بعد 200 أو 300 جيجا السرعة تقع بشكل جنوني. يبقى احنا قدام خدعة تسويقية، غير محدود على الورق بس في الحقيقة محدود جدا. كلمات تغري، لكن خلفها قيود خفية تكبلنا بلا رحمة. وحتى لو اتطبق إنترنت غير محدود، مش كله هيوصل بنفس الجودة. في القاهرة ممكن تستمتع بسرعة كويسة، لكن في القرى والمناطق النائية الشبكة ضعيفة، الخدمة مش مستقرة. يعني العدالة هنا مش كاملة. مدن تتلألأ بالضوء وقرى غارقة في العتمة، أي عدل هذا؟ طيب، هل في حلول؟ أكيد طبعا. أولا، نشر الألياف الضوئية في كل مصر. ثانيا، تحسين الأبراج وزيادة قدرتها. ثالثا، بناء مراكز بيانات داتا سنترز أقوى، لكن ده محتاج وقت واستثمار ضخم. الأمل يولد من رحم المستحيل، لكنه يحتاج ليد تبنيه. بس في حلول تانية ذكية، إدارة حركة المرور علشان الأولوية تبقى للفيديو كولز والتعليم، وكمان يكون في تقديم لباقات متعددة، إنترنت منزلي غير محدود وموبايل بحدود معقولة، وكمان يكون في شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتوزيع التكلفة. دي حلول وسط بس برضه مش كاملة. بين كفتي الميزان تتأرجح الأحلام والواقع، ولا ندري أيهما سيرجح. فالمعادلة دلوقتي أصبحت واضحة، المستخدم عايز حرية وسرعة، الشركات عايزة أرباح، الحكومة عايزة توازن بين الاتنين. اللي هيكسب حرية ممكن يخسر فلوس، واللي هيكسب فلوس ممكن يخسر رضا الناس. كل طرف يبحث عن مكسب، لكن الخسارة قد تطالنا جميعا. الخلاصة، الإنترنت غير المحدود في مصر مش مستحيل، لكنه مش بسيط. محتاج استثمار جدي، سياسات عادلة، ووقت. من غير كده هيفضل مجرد إعلان براق. والسؤال ليك دلوقتي، لو عندك فرصة تختار إنترنت غير محدود لكن سرعته تنزل وقت الذروة، هتقبله ولا تفضل باقتك الحالية؟ اكتب رأيك في الكومنتات، خلينا نسمع صوتك. قد يكون الطريق طويلا، لكننا لن نكف عن الحلم، والسؤال باق، هل سنشهد يوما ولادة الحرية الرقمية في أرضنا؟